يا من دل على ذاته بذاته. السلام على الأدلة على الله هي نفس الرواية التي تقول الله دل على نفسه بمحمد وآل محمد اللي هو من ذاته محمد وآل محمد. السماوات والأرض والإبل في القرآن الله قال اللي يتمعن بها يصل إلى الله. إذن السماوات والأرض والإبل أدلاء على الله. فعلى قولك الله يدل على ذاته بذاته والإبل تدل على الله، فالإبل والعياذ بالله ذات الله. هذا هي القشة اللي تكسر ظهر البعير، تبطل هذا القول. هذا الكلام المفروض ما حد يرفضه، أي عاقل ما يرفضه، أنه الإبل مثلا تدل على الله، والله قال أنني أدل على نفسي بذاتي، إذن الإبل ذات الله. هنا انتهى الكلام. أي شخص يقول أهل البيت هم ذات الله على وفق هذا الاستدلال بعد ما نبين له هذا الشيء، هذا الشخص مو من أهل العلم. البعير يصير ذات الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. طيب هذا الجمع شلون سويته ما أدري. الله يقول أنه يا من دل على ذاتي بذاتي، يعني لم يحتاج إلى ذات أخرى ولم يكن هنالك إله آخر يدل على الله، وإنما دل على ذاتي بذاتي لما لذاته من نور وظهور لا ظهور بعده. يعني دل على نفسه بنفسه بخلقه. أفلا يتفكرون أفلا ينظرون، انظروا إلى السماء إلى المخلوقات فتصلون إلى الله سبحانه وتعالى بذاته، لم يحتاج إلى غيره. هذا الأمر الأول. الدلالة على الله كان بذاته، والرواية الثانية إيه مو دل على نفسه بذاته، يعني مو حط لنا ذاته بمكان وإحنا شفنا ذاته فندليناه يحتاج إلى معونة، وإنما بذاته بنفسه دل على نفسه بخلقه بما أظهره من آيات استطعنا أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى.